يعني ايه ده؟ بص كده، بدايه القصيده كفر خنزير، يعني حاطين خنزير في الموضوع يا شباب. لو قلبنا بقى الجنب ده، بص كفر كله هنا، بص كل ده. نجيب ايه؟ ايوه هو ده. يا زوز فينك؟ هو ده ايه يا مارو؟ ايه يا ابني ايه اللي جابك عند الشيبسات والكلام ده كله؟ يا عم بجيب اي حاجه اخر اللي انت فاهم. ثانيه شيبسي بس، ايه اللي انت وبتاع. جايبه ده؟ ابعد يا عم، سيبه شيبسي. ايه اللي بجيب؟ ايه انت يا عم متفاجئ اصبر ليه؟ يا ابني، في خنزير خنزير؟ وربنا في خنزير. خنزير انا بقالي شهر هنا في البلد بجيبه يا عم ماشي، باقي شهر ايه بس في خنزير؟ يعني بقالك شهر بتاكل خنزير؟ خنزير؟ النعمة العظيمة والنعمة العظيمة لحم خنزير. طب انت قلت لي لا يا عم درويش، اللي كنت سبتني على عماد انا بحبه. اهو يا عم في يعني انا خنزير. بقالي شهر هنا وعايش معاك وتقول لي انا ما دلوقتي؟ شفتكش لسه، شايفك وربنا. هو لحم خنزير ده ولا مش لحم خنزير؟ لحمه خنزير بقى. ايه يا عم انت معرفش. اكلت حاجه هنا تاني غير الشيبسي ولا ايه؟ والله ما اعرف. كل المنتجات هنا فيها خنزير يا اخويا. كل المنتجات؟ اكلت جبن؟ اكلت لحمه؟ كل ده اكلته اكيد يعني. يخرب بيت ابوك. كل ده فيه خنزير. يا راجل يعني انت الشيبسي اللي قدامك طب- واللحمه باينه، طب اقول ازاي لك مش على حاجه، عارفه؟ بس تعالى وريني الحاجات دي عشان انا بص كده. لا تعالى انت كده، هتخليني بص اتجنن. انت شكلك مش عارف اي حاجه هنا في البلد. يلا بينا، شكلي لا فيه لا لا، مفاجآت كتير. يلا بينا يا اخويا يلا. للاسف المشهد اللي انتوا شفتوه دي الحقيقه المره وده الواقع. كل الطلاب اللي بتبقى لسه جايه جديده ما بتبقاش عارفه اي حاجه عن المنتجات هنا في روسيا. كلنا عارفين ان معظم المنتجات اللي موجوده هنا في روسيا بيبقى داخل فيها خنزير، ولو مش داخل فيها خنزير حتى مشروبات الطاقه بيبقى داخل فيها كحول والكلام ده كله، وكل الطلاب بتقع في الاخطاء دي. فانا جاي النهارده عشان اعرفك المنتجات اللي بيبقى داخل فيها خنزير وتعرف ازاي المنتجات دي وكل الكلام ده كله. هنبدا باهم حاجه وهي اللحمه. اكيد اي طالب بيجي بيبقى عايز ياكل لحمه، عايز ياكل فراخ، الكلام ده كله. فانا جاي اعرفك ايه المنتجات اللي بيبقى موجود فيها خنزير والمنتجات اللي ما بيبقاش فيها خنزير. لو انت بصيت هنا كده، كل الفراخ دي انا صورت قبل كده في المكان ده، فكل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي حلال و100% حلال ومش فيها اي حاجه. هنيجي بقى للحاجات اللحمه اللي بيبقى فيها خنزير والكلام ده كله. بص كده، يعني بص بدأناها من اولها كفر، يعني بدايه القصيده كفر خنزير، يعني حاطين خنزير في الموضوع يا شباب. يعني يعني اهو بص، الراجل قال حرام اهو. خنزير من اولها يا شباب. اللحمه دي تبع الخنزير، دي على ما اعتقد الرجول بتاع الخنزير نفسها او الفخده بتاعته. طبعا كل القسم ده كده 100% خنزير، فده يعني مش محتاج اعرفك ان ده خنزير، شكله باين قوي ان هو خنزير. كل اللحمه دي بتبقى فيها خنزير. اعرفك دلوقتي اللحمه اللي بيكون فيها حلال، وهندخل على كذا قسم. لو جينا هنا قدام هوريك اللحمه اللي هي بتبقى حلال 100%. يعني بصوا القسم ده كله من اول هنا لحد قدام كله عباره عن فراخ ولحمه حلال. لان انتوا لو بصيتوا كده، بصوا هنا في لحمه مفرومه، يعني دي لحمه مفرومه وفراخ مفرومه برده والكلام ده كله، وبقى ستور وبانيه وكل الكلام ده موجود. في لحمه هنا اهي، لو عملت زوم عليها هتلاقي مكتوب عليها جفياد هنا، يعني لحمه بقري. كل ده كده حلال 100% يا شباب. بص حتى في الكوارع، الناس اللي بتحب الكوارع واللسان والكلام ده كله، في لسان هنا اهو برده، ده لسان بقره زي ما انتم شايفين. في فراخ جاهزه برده للناس اللي بتحب الفراخ الجاهزه والكلام ده كله. ففي حاجات حلال، مش كله يا شباب بيبقى داخل فيه الخنزير زي ما قلت لكم. كل الحاجات اللي انتم شفتوها دي حلال. وزي ما انتم شايفين ده برده قسم تبع اللحوم والشرائح اللحوم والكلام ده كله. يعني لو خدنا اي واحده من دول اهو بيكون، يعني ايه بيكون؟ يعني قطع لحم خنزير. عشان بس اسهل لكم الامور كده ببساطه، كل القسم ده كده لو جيت عليه كده يا زياد، كل كده فيه لحم خنزير، عباره عن داخل فيه خنزير بقى مدخن والكلام ده كله. انا هعرفك ازاي تعرفه بكل سهوله. اللحمه بتاعته بتبقى زي بيضه كده، يعني لو بصينا على اي لحمه هنا دي تحسها بيضه شويه كده، وبرده نفس الكلام هنا هتحس فيه زي حاجات بيضه كده في الموضوع. فاي حاجه هتلاقي فيها حاجات بيضه زي كده دي بيبقى اعرف على طول ان هي فيها خنزير. غير كده 3 كلمات هيسهلوا عليك الموضوع كله، هي سفينيا وسفينينا وبيكون. سفينيا اللي هو الخنزير نفسه، الكائن نفسه، انما سفينينا ودي اللي هي الخنزير، قطع الخنزير نفسها او لحمه الخنزير. انما بيكون دي بتبقى عباره عن قطع برده مدخنه والكلام ده كله. ده باختصار للناس اللي مش عارفه. فانت لو لسه جاي جديد عايزك بكل سهوله كده، شفت الكلمه دي، لو انا عارف ان الحروف بالنسبه لك غريبه والكلام ده كله، بس بكل سهوله بتليفونك تنزل المترجم بتاعك وهتيجي كده، هتيجي على الكاميرا كده، تكون انت معاك المترجم روسي وعربي وهتصور بكل سهوله. صورت بص طالع ايه؟ لحم خنزير. بكل سهوله كده في اي منتج هتجيبه هتحس ان هو فيه خنزير او فيه لحمه بيضه زي كده تقدر تصوره. مش لازم اللحمه بس، هوريك برده الجبن دلوقتي بكل سهوله برده هتصورها واوريك الدنيا. فتعال ندخل على قسم تاني وهو قسم الجبن، واللي انا مستغربه في روسيا كلها. تعالوا معانا. الجبن اكتر حاجه انا مستغربها هنا في روسيا، ان في جبن بيبقى داخل فيها خنزير. ما تقوليش ازاي، انا هوريك دلوقتي. بص كده لو بصيت هنا، دي كل الجبن بتاعتنا شبه اللي موجوده في مصر والكلام ده كله وفي دولنا العربيه. فكل الجبن اللي انت شفتها في الاول دي تمام، ما فيهاش اي حاجه. الجبن دي مشهوره جدا في روسيا، فانت لو عايز تاكل جبنه خليك في دي كويس، وطعم الجبنه بتاعته كويسه والكلام ده كله. هوريك بقى الجبن برده، الجبن دي كلها ما بيبقاش فيها خنزير يا شباب. كل الجبن دي كده مش فيها خنزير. هوريك انا بقى القسم اللي بيبقى فيه خنزير. لو بصينا هنا كده في جبنه لوستون او مش عارف اسمها ايه، او مثلثات او ايا كان اسمها. يعني لو بصيت هنا كده انا مش محتاجه اترجم لك، يعني انت بص قلت لك اي لحمه بيكون موجود فيها بيضه زي كده، لحمه بيضه دي بيبقى فيها خنزير. مش دي بس، يعني لو بصينا على حاجه ثانيه مثلا، بص هنا
برضو اهي نفس الكلام برضو، دي بيبقى داخل فيها خنزير برضو. بص شرايح الجبنه اللي بتتحط على البيض والكلام ده كله، اعرف انت بتجيب كويس عشان ما تجيبش حاجه تضرك بعد كده. بص كل حاجه حرفيا داخل فيها خنزير. برضو خنزير، جبن كتير يعني. بص في جبن بقى تمام وحلال يعني. بص في هنا حاجه اهي برضو، دي جبنه عاديه ما فيهاش اي حاجه، دي برضو عشان بس لو انت عايز تاخد خلفيه عن الموضوع. في حاجات بالشوكولاته برضو يعني. بص في حاجات حلوه زي كده برضو ومش غاليه يعني، دي بحوالي 190 روبل مش غاليه. فانت ايه في حوار الجبن، في جبن بيكون فيها داخل فيها دهون خنزير، مش لازم يا جدعان قطع لحم خنزير، لا خنزير بيدخل في الحاجات بكذا حاجه، ممكن يدخل مثلا كدهن، ممكن يدخل كلحمه، الكلام ده كله. فانت اعرف انت بتشتري ايه كويس جدا 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 عشان ما تتفاجئش بعد كده ان انت بتاكل لحم خنزير او اكلك داخل فيه خنزير بصفه عامه. تعالوا على قسم تاني هوريكم برضو كذا حاجه كده بيكون فيها داخل فيها الخنزير والكلام ده كله. وعلى فكره انا برضو هتكلم على مشروبات الطاقه والكحول والكلام ده كله، بس هتكلم فيه قدام شويه، فتعالوا معانا كده. ازيك يابا؟ ده شطوطي. يا شباب عايز افهمكم حاجه، مش كل الاكل بيكون فيه داخل فيه خنزير او داخل فيه دهن الخنزير، لا في اكل كتير ما بيبقاش فيه داخل فيه خنزير، وفي اماكن وسوبر ماركات ما بيبقاش فيها اصلا اي حاجه تخص الخنزير، وفي حاجات بيبقى مكتوب عليها حلال. بس للاسف شكل المجازين اللي انا فيه ده صاحبه كافر، انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي؟ فكل اكل فيه خنزير وما فيهوش حاجه حلال حرفيا. اكتر حاجه بقى تستغربها بعيد عن الجبن، انت شوف استغربت الجبن، انا عارف ان الجبن فيها خنزير، لا تستغربوا اكتر بقى الشيبسي ومشروبات الطاقه. مشروبات الطاقه بيكون فيها داخل كحول والناس ما بتبقاش عارفه، بيبقى داخل الكحول بنسبه معينه هوريك دلوقتي. والشيبسي بقى اكتر حاجه انا مستغربها في روسيا، الشيبسي بيكون فيه بالخنزير، في دهن الخنزير. تعالى كده معايا، طبعا احنا في قسم الشيبسي دلوقتي وهوريك ازاي تعرف الشيبسي بيكون فيه داخل فيه خنزير او دهن الخنزير ولا لا. بص بكل سهوله انا هوريك كذا واحد مش واحد بس يعني. بص بيكون اللي انا قلت لك عليها معناها ان داخل فيها قطع خنزير، وبرده مرسوم يعني، هم برده مسهلين لك الدنيا، في قطع عليها اللي انا قلت لك شبه قطع الخنزير اللي بيبقى فيها ابيض، برده هو مكتوب عليه. ممكن تترجم بكل سهوله برضو لو انت لسه جاي جديد، تترجم ما تقولش ان انت ليك حجه ومش عارف وبعد كده، لا ممكن تترجم بكل سهوله وهتعرف. اوريك واحد تالت برضو اهو داخل برضو فيه خنزير اهو. المقرمشات بقى والحاجات دي برضو بيكون فيها خنزير يا شباب يعني. بص كل حاجه حرفيا يعني. بص دي مقرمشات اهي، عباره عن مقرمشات ومكتوب فيها ومرسوم عليها برضو قطع الخنزير. ده بالنسبه للشيبسي، فانت تكون عارف انت بتاكل ايه كويس عشان اكلك ما يدخلش فيه خنزير، واحنا بالنسبه لنا احنا كمسلمين وكده الحاجه دي حرام، فانت تكون عارف انت بتاكل ايه كويس. الحاجه بقى اللي تستغربها تاني، مشروبات الطاقه بيكون فيها نسبه كحول. للاسف معظم الشباب اللي بتبقى لسه جايه بتنبهر مثلا بشكل المشروبات وشكلها جامد وعليها كلام انجليزي وكلام روسي والكلام ده كله، فهو بيحب يجرب، واحنا كمصريين بنحب نشرب مشروبات الطاقه دايما او كعرب بصفه عامه. فانا هوريك ان مثلا مثال مثلا بص كده، ده مشروب هتقول ده شكله كويس وبالفراوله وبتاع، بالعكس يعني اللي انا في ايدي ده داخل فيه نسبه كحول. يعني لو عملنا زوم كده 6%، 6% الكحول. يعني ايه 6% الكحول؟ يعني ده داخل نسبه خمره فيه بنسبه 6%. يعني في نسب في 20%، في 50%، في 100%. انا بس وريتك حاجه من دي فانت تعرف ازاي. بص هل في نسبه مكتوب عليه ولا لا. وايه ال سي دي معناها اختصار لالكحول. الكحول يعني ايه؟ يعني كحول وداخل فيها حاجات خمره والكلام ده كله. القسم ده كله خمور يعني. بص دي مش مشروبات طاقه، دي برضو خمور ورخيصه يعني. بص دي كأنك بتشرب خمره بس بنسبه قليله. كام؟ ب 79 روبل يعني، رخيصه جدا. كل ده كده خمور حرفيا. لو قلبنا بقى الجنب ده، بص الكفر كله هنا. تعالى كده بص كل ده. وبما اني بالمره شفت قسم الخمور واتكلمنا هنا على المشروبات الطاقه اللي بيبقى داخل فيها نسبه كحول والكلام ده كله، هنا بقى ده الكحول الاساس بتاعه يعني. كل ده خمور حرفيا. انا هتكلم بس في النقطه دي في كلمتين. اول حاجه ما تخليش شكل المنتج او الحاجه بتاعته تشدك ان انت تجربه يعني. بص شكلها جامد وشكلها رايق وكل الكلام ده كله، فانت عقلك ما يوزكش مثلا ان انت ايه ده شكلها حلو انا عايز اجربها والكلام ده كله. وبتبقى رخيصه، الحاجات دي رخيصه جدا يا جدعان. يعني انا اوريكم هناك ازازه فيها مشروب كحول 79 روبل يعني بثمن ازازتين ميه او ازازه ميه. فالكحول هنا زيه زي الميه حرفيا. فانت بالله عليك، لان انا بشوف كميه عرب كتيره جدا بتحب تجرب الكلام ده يعني. بص في كل مكان حرفيا. احنا لو جينا هنا برضو بص مشروبات طاقه ب 200 روبل و100 روبل. كل الحاجات دي يا جدعان ابعدوا عنها بالله عليكم وبلاش الكلام ده كله. انت اعرف برضو انت بتشرب ايه، مش شكل الازازه من بره يكون مثلا كويس يعني. بص شكله مثلا تحس ان هو مشبر والكلام ده كله، فانت تروح تجرب الحاجه. لا اعرف انت بتشرب ايه بالله عليك علشان ما تتسوحش بعد كده. مش هتكلم في النقطه دي كتير، في نقطه المشروبات والكلام ده كله، لان انا عارف دخولها زي ما قال السويسي سهل جدا ان انت تدخل في القسم ده ومفيش ارخص منه يعني. اللي بيخلي الموضوع سهل ان هو رخيص. الحاجات دي منتجاتها رخيصه جدا يا شباب ومتوفره في اي مجازين حرفيا. المشروبات دي موجوده في كل مجازين. ده ليها مجازينات بيبقى شكلها من بره رايق وشغاله 24 ساعه عشان تشدك للكلام ده كله. فبالله عليك ابعد عن الكلام ده وبلاش الكلام ده. انت جاي هنا تدرس او جاي تشتغل، ركز، لان انا بشوف ناس
يعني بتجيب لك بالاربع 5 ازايز وبيتراهنوا مع بعض مين اللي يشرب اكتر والكلام ده كله. فمش هطول في الكلام ده كتير، ابعد عن الكلام ده وربنا يتولانا. طبعا احنا في قسم دلوقتي الشوكولاتات، انا عارف ان ناس كتير بتحب السكريات والكلام ده كله، فانا الشوكولاتات للاسف بيكون في نوع شوكولاتات بيكون في داخل فيه دهن الخنزير، مش الخنزير نفسه، مش الخنزير نفسه، عشان ما حدش يقول لي ازاي الشوكولاته داخل فيها خنزير. لا، الشوكولاته من المكونات بتاعتها علشان الخنزير يا جدعان طعمه مسكر. فانت لو بتاكل اي حاجه مش لازم شوكولاتات او سكريات، لحمه او اي حاجه، وحسيت ان طعمها سكر كده وحسيت بطعم غريب عليك، هو ده طعم الخنزير. مش هوضح لك اكتر من كده عشان لو انت اكلت بالغلط او الكلام ده كله تكون عارف. انا برضو الشوكولاتات دي كلها انا لسه ما شفتش حاجه يعني، بس انا بس قبل ما اتحرك عايزك لما تيجي تشتري شوكولاته بعد كده، لو انت اشتريت، عايزك تترجم الصفحه دي بتاع المكونات. لو لقيت في المكونات بتاعتها داخل فيها خنزير او دهن خنزير او الكلام ده كله، سيبها زي ما هي كده وتشوف حاجه ثانيه. برضو بما اننا ذكرنا الشوكولاتات والكلام ده كله، في بونبوني او ايا كان اسمه ايه، حاجه زي كده. الحاجات دي بيجيبوها ساعات اللي هو بعد المشروبات، يعني بص حاطط لك زي فودكا والكلام ده كله، فالحاجات دي برضو بيكون فيها ساعات داخل فيها دهن الخنزير. ده بالنسبه للشوكولاتات والكلام ده كله. اكلمك بقى في اخر حاجه واللي هي برضو انت هتستغربها، المخبوزات. للاسف الحاجات دي بيبقى فيها شرايح تبقى عباره عن خنزير. طبعا احنا وصلنا لنهايه الفيديو، انا عارف ان بالنسبه لك دلوقتي روسيا كل حاجه حرفيا داخل فيها خنزير، وكل المشروبات داخل فيها عباره عن كحول والكلام ده كله. لا بالعكس، في هنا زي ما وريتك اللي فيه لحوم داخل فيها خنزير، في لحوم ما بيبقاش فيها خنزير، وفي اماكن بقى مخصصه ان احنا نجيب منها لحمه حلال 100% وبتبقى مذبوحه والكلام ده كله. فانا مش عايزك توهم نفسك، مش عايزك تدخل في قصه المشروبات والشرب والكلام ده كله، لان انت تدخل في قصه حرفيا يعني ايه دخولها سهل، الرجوع منها صعب جدا. وانت مش جاي عشان الكلام ده البلد دي، انت جاي عشان تدرس، جاي عشان تشتغل، جاي عشان تكون نفسك ايا كان هدفك، فما تدخلش في القصه دي. تاني حاجه نقطه الخنزير، والله هو الشخص حلال ولا حرام على الشخص. هو الشخص هو بيجيب ممكن يفكر كده ويصور بنفسه ويتعب نفسه ويترجم حتى لو هو جاي في الاول عشان ما ياكلش فيها حاجه. انما التاني بقى يقول لك انا ما فيش حد شايفني، انا عادي بقى، انا هاكل اللي انا عايزه، انا خلاص في دوله حره اكل اللي انا عايزه. لا، انت خليك قد ثقه اهلك فيك، ما تبقى الصغير في نظر نفسك. بالله عليك خدها نصيحه بقى من اخوك الصغير، خدها نصيحه من اخوك الكبير ايا كان. وانا هو عملت الفيديو مخصوص ليك عشان تعرف الحاجات اللي فيها خنزير والحاجات اللي ما يكونش فيها خنزير، والشرب والكلام ده كله برضه وريتهولك عشان يبقى عندك خلفيه عن الموضوع. الاماكن بالنسبه تاني للاماكن اللي هي الحلال والكلام ده كله، هعمل لك فيديو برضه مخصوص عشان تبقى عارف هتجيب لحمه 100% حلال منين. انا بس هدفي من الفيديو ان انا اعرفك ازاي تعرف الاكل الحلال والاكل الحرام والكلام ده كله، والاكل اللي فيه خنزير والاكل اللي ما فيهوش خنزير، وطبعا المشروبات اللي بيكون فيها والشيبسي. انا وريتك حاجات كتير، واعتقد ان مفيش حد عمل اصلا الكلام ده في روسيا كلها، ان احنا كلنا بنغلط الغلطات دي، ان انت تاكل خنزير والكلام ده كله مش مشكله. ولو اكلت خنزير قبل كده ما تقولش خلاص بقى انا اكلت وهكمل وهاكل والكلام ده كله. انا واحد غلطت اول ما ركبت الطياره اكلت خنزير بالغلط، الاكل اللي اتحط لي في الطياره للاسف كان فيه خنزير، وما عرفتش الا بعدين بقى لما عرفت طعم الخنزير والكلام ده كله من صحابي، عرفت ان هو بيبقى طعمه مسكر كده. فانت ايه، ابعد عن الكلام ده كله زي ما قلت لك. ويعني مش هطول اكتر من كده في الفيديو، ولو انت استفدت ما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات الجايه، واستناني في فيديو جديد.